الأول بالتمثيلين، والتمثيلين بيحتوي على مادة فعالة واحدة اسمها تمثيلوسين، والمادة دي بتشتغل عن طريق إنها بتثبط أو بتقلل شغل الألفا 1 أدرينرجيك ريسبتورز أو مستقبلات الألفا 1، والمستقبلات دي بتكون موجودة في عضلات البروستاتا وعنق المثانة، ونتيجة التثبيط ده بيقلل من انقباض العضلات الملساء في البروستاتا وعنق المثانة، وده بيؤدي إلى تحسين تدفق البول وتخفيف الأعراض زي صعوبة التبول، ضعف تدفق البول، وكثرة التبول الليلي. طيب إيه هي دواعي استعمال التمثيلين أو بنوصفه لمين تحديدا؟ أول حاجة في علاج أعراض تضخم البروستاتا الحميد، يعني لو عندك تضخم في البروستاتا وده مسبب لك مشاكل زي صعوبة التبول أو ضعف تدفق البول، التمثيلين بيساعدك في تخفيف الأعراض دي. كمان علاج صعوبة تدفق البول، لو بتعاني من مشكلة في خروج البول بشكل طبيعي أو بتحس إنك مش قادر تفضي المثانة، فالتمثيلين بيساعدك على تسهيل عملية التبول. كمان إرخاء عضلات المثانة والبروستاتا، الدواء ده بيشتغل على إرخاء العضلات اللي حوالين المثانة والبروستاتا، وده بيقلل من الألم أو الضغط اللي ممكن تحسه أثناء التبول. وأحيانا بيتاخد لعلاج حصوات الكلى، في بعض الحالات الدكتور ممكن يوصفه لتسهيل خروج حصوات الكلى مع البول لأنه بيساعد في توسيع مجرى البول. طيب يا دكتور، إيه هي الأعراض الجانبية لكبسولات التمثيلين أو أضراره؟ التمثيلين ممكن يسبب شوية أعراض جانبية زي النعاس، يعني ممكن تحس إنك عايز تنام كتير أو مش مركز كويس، وعلى النقيض ممكن تلاقي صعوبة في الدخول في النوم أو تفضل صاحي كتير بالليل. كمان الشعور بالضعف، يعني تحس إن جسمك مرهق أو تعبان من غير سبب واضح. كمان ألم في الظهر، يعني وجع الظهر ممكن يكون خفيف أو متوسط. كمان الإسهال، تلاقي حركة أمعائك سريعة أو براز سايل. وبرضه ممكن يسبب انسداد أو سيلان الأنف، تحس إن مناخيرك مسدودة أو عندك رشح مستمر. كمان ألم أو ضغط في الوش زي وجع الجيوب الأنفية أو إحساس بضغط في منطقة الجبهة أو حوالين العينين. كمان التهاب الحلق والسعال، وجع في الزور مع كحة، وممكن يكون معاهم سخونية أو قشعريرة كعلامة على وجود عدوى. كمان عدم وضوح الرؤية، يعني ممكن تحس إن نظرك مش واضح أو في زغللة. وبرضه ممكن يسبب مشاكل في القصف زي قلة كمية السائل المنوي أو حتى انعدامه أثناء القصف، وده تأثير شائع مع تمثيلين لكنه مش خطير. ولو حصل أي عرض من الأعراض دي بشكل شديد أو مزعج لازم تروح للدكتور فورا. طيب يا دكتور، إيه هي موانع استعمال التمثيلين؟ أو مين الناس اللي ما ينفعش يستخدموه؟ أول حاجة الحساسية المفرطة لمادة تمثيلوسين، ممنوع استخدامه تماما لو عندك حساسية للمادة دي أو أي مكون من مكونات الدواء. وأعراض الحساسية بتشمل طفح جلدي وحكة وتورم في الوجه أو الحلق مع صعوبة في التنفس. كمان ممنوع على مرضى الكلى والكبد، استخدامه بيكون خطير لأن الجسم مش هيقدر يتخلص من الدواء بشكل صحيح. في الحالات الخفيفة أو المتوسطة ممكن يستخدم لكن تحت إشراف طبي بس. كمان حالات الأورثوستاتيك هايبوتنشن أو انخفاض ضغط الدم الانتصابي، لو عندك انخفاض في ضغط الدم يعني بتحس بدوخة أو دوار لما تيجي تقوم فجأة، فاستخدام التمثيلوسين ممكن يزود المشكلة لأنه بيسبب ارتخاء في الأوعية الدموية، وده ممكن يؤدي لإغماء في بعض الحالات. كمان المرضى اللي هيعملوا جراحة في العين، المرضى اللي هيدخلوا عملية إعتام عدسة العين أو الكاتراكت أو عندهم جلوكوما لازم يبلغوا الطبيب الجراح قبل العملية، لأن التمثيلوسين ممكن يسبب حالة اسمها انترا اوبراتيف لوبي ايرس سندروم، ودي ممكن تخلي العملية أصعب شوية، لكن لو الدكتور عارف هيقدر يتعامل مع الوضع بشكل أفضل. كمان الأشخاص أقل من 18 سنة، الدواء مش آمن للأطفال والمراهقين أقل من 18 سنة لأنه مخصص لعلاج مشاكل البروستاتا اللي مش بتظهر عند الفئات العمرية دي. طيب إيه هي الجرعة المعتادة من التمثيلين أو نستخدمه إزاي؟ الجرعة بتكون كبسولة مرة واحدة يوميا وممكن تزيد على حسب شدة الحالة. والتمثيلين هتلاقي ليه بدائل كتيرة بنفس المواد الفعالة زي البلوك ألفا ومينيكوكيز، تمسول، تمسولورم، والكيور برو إكس آر، واللي يمشي على التمثيلين يمشي عليه.